أحمد الحوراني الناطق باسم إعلامي حوران المستقلون معنا من ريف درعا، أهلا وسهلا بك. أهلا بكم وبكل مستمعين راديو ألوان الكرام. اليوم أبدأ بآخر التطورات الميدانية والعسكرية في محافظة درعا، وبالتحديد من تطورات محافظة درعا العسكرية، حيث جرت اليوم بعد منتصف ليلة أمس اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام، بعد محاولة قوات النظام استعادة مواقعها التي فقدتها على الاستراد الدولي المحاذي لبلدة نصيب الحدودية على الحدود السورية الأردنية. أيضا تقدم كبير لأبطال الجيش السوري الحر في ريف درعا الشمالي الغربي بعد تحرير كتيبة 60 ميم طه، وأيضا بعد تحرير حاجز عين عفا الواقع بين ريف درعا وريف دمشق الغربي، حيث افتتح الطريق بين ريف دمشق الغربي وريف درعا، وأصبح من السهل التواصل بين الفصائل المعارضة في ريف دمشق الغربي وفي ريف محافظة درعا. أيضا اليوم تم العثور على عشرات الجثث المتفسخة عثر عليها بعض المزارعين في محيط مدينة نوى بين معروفة ومجهولة الهوية في أماكن تواجد قوات النظام والنقاط العسكرية سابقا، كما يظهر على الجثث علامات التعذيب وأيضا المدة الزمنية على اعتقالهم وآثار التعذيب على أجسامهم اللا إنسانية التي كان يستخدمها النظام بحق المعتقلين. أبو أحمد لحظة لو سمحت، أريد سؤالك، هل هذه الجثث هي نفس المقبرة الجماعية التي تم اكتشافها 381 آخر إحصائية تم الوصول إليها؟ هل هؤلاء من ضمن هذه المقبرة الجماعية أم هم حالة مختلفة؟ الحقيقة أن العدد لم يصلني، لكن هذه المجزرة اليوم تم اكتشافها صباح هذا اليوم، اكتشفها المزارعون في محيط مدينة نوى. تم اكتشافها في أماكن تواجد قوات النظام والنقاط العسكرية سابقا، والتي تم تحريرها على يد الجيش الحر، وبعد تحريرها تم اكتشاف هذه المجزرة. نعم، هل آخر رقم وصلت إليه هذه الحالات أو هذه الجثث 381؟ هل لديكم أي معلومات حول ازدياد الأرقام أم أن الرقم هو نفسه؟ وكيف هو رد فعل الناس حول هذه المقبرة؟ الحقيقة أن العدد الصحيح لم يصلني بعد، لكن إن المتواجدون هناك تم توثيق أن هناك عشرات الجثث، العديد من الجثث المتفسخة التي عثر عليها هناك. طبعا هذه المجازر هي أصبحت متكررة في أكثر من مرة، وتم العثور على أكثر من مقبرة جماعية منذ عدة شهور. هذه المجازر التي يرتكبها النظام ويقوم بدفنها في أماكن تواجدها بعد اعتقال والتعذيب وقتلهم، ويقوم بدفنهم في أماكن تواجدها. طبعا بعد تحرير أماكن قوات النظام يتم العثور على عشرات المقابر الجماعية تحت أرض هذه المواقع. نعم أبو أحمد، أريد سؤالك، وصلتنا معلومات حول سيطرة قوات المعارضة على الطريق الواصل بين درعا ودمشق، مدى صحة هذه المعلومات؟ الطريق الذي تم فتحه هو بين ريف دمشق الغربي، ويعني أن الطريق بين الغوطة الغربية بريف دمشق الغربي، وأيضا بين ريف محافظة درعا الشمالي الغربي. نعم، هل ما زالت سيطرة القوات المعارضة عليها؟ نعم أخي، ما زالت السيطرة على هذا الطريق بعد تحرير حاجز عين عفا. الحقيقة الآن الجيش الحر يستمر بمعاركه هناك على باقي الحواجز التي تؤثر في عبور الجيش السوري الحر من ريف دمشق الغربي إلى ريف درعا. يقوم الآن الجيش الحر بعمليات استهداف لهذه الحواجز المتبقية هناك حتى تحريرها بالكامل بإذن الله تعالى. أبو أحمد الحوراني الناطق باسم إعلامي حوران المستقلون معنا كنت من ريف درعا، شكرا جزيلا لك.